بصوا، أنا من الناس اللي بتحب تتعلم من كل حاجة بتحصل حواليها. في الفترة الأخيرة أو في الكام سنة الأخيرة وخلاص أنا بتم 25 سنة، اتعلمت كده شوية دروس بسيطة جدا، ولكن لما بدأت إن أنا أطبقها في حياتي فرقت معايا بشكل كبير أوي. مش بس فرقت معايا في شغلي وفي حياتي، لأ دي كمان فرقت في راحتي النفسية وفي كل تفصيلة بعيشها في حياتي فعليها. وبجد كنت أتمنى إن أنا ألاقي حد يقولي على شوية الدروس دي قبل سن ال20، بس الإفادة أكتر إن أنا مريت بيهم وعشتهم فقدرت إن أنا أطبقهم في حياتي وأتعلمهم أكتر. النهاردة هشارك معاكم 10 دروس اتعلمتها في سن ال25، فرقوا في حياتي وإن شاء الله يساعدوكم زي ما ساعدوني، وبجد حقيقي أنا بحمد ربنا إن أنا قدرت أتعلمهم بدري. فيلا بينا نعرف إيه هي الدروس دي. اتعلمت إنه مش لازم أنجز كل حاجة في يوم واحد. دايما كنت بحط نفسي تحت ضغط ان انا لازم انجز كل حاجة في يوم واحد، لازم انجز كل المهام اللي ورايا، لازم اخلص كل حاجة متراكمة عليا في يوم معين. خلاص انا قررت ان اليوم ده هو اليوم اللي انا اخلص فيه كل ده، فلازم اخلص كل الحاجات دي في يوم واحد. والحقيقة ان اكتشفت ان الانجاز مش سباق، الانجاز مش سباق يومي. بمعنى لما بدأت ان انا اركز مع نفسي اكتر وبدأت ان انا احدد لنفسي كل يوم 3 أولويات فقط، وبدأت إن أنا أمشي برتم أهدى في يومي، بدأت أحس إن أنا بنجز أكتر. بمعنى أنا لو أنا عملت لنفسي تو دو ليست مليانة حاجات كتير محتاجة إن أنا أخلصها في يوم واحد، فبالتالي أنا بحس بضغط كبير قوي إن أنا محتاجة أخلص كل المهام دي عليا في وقت قليل، فبيبقى الريتم بتاعي بطيء على كم المهام اللي عندي. ولكن لما بدأت أحط لنفسي 3 أولويات رئيسية في اليوم، وأي زيادة بعملها فهي بونص وهي حاجة إضافية أنا بعملها لنفسي فبريح نفسي في أيام تانية، بقى الموضوع يفرق معايا بنسبة كبيرة أوي. بدأت أدرك إن الإنجاز مش في إني أخلص كل حاجة بسرعة ولا إني أخلص كل اللي ورايا بسرعة، الإنجاز إن أنا أكون مستمرة في إن أنا أحقق الإنجاز بتاعي. فبدأت أقول لنفسي خطوة صغيرة النهاردة كفاية ونقدر إن احنا نكمل بكرة، وبالتالي بدأت إن أنا أنجز حاجات كتير. وده درس لما بدأت أتعلمه فرق جدا معايا في الإنجاز اليومي بتاعي وفي إنتاجيتي في كل يوم بمر بيه. تاني درس اتعلمته هو أهمية كلمة لأ. اتعلمت أقول لأ. دايما كنت بتكسف أرفض أي حاجة بتتعرض عليا، سواء كان طلب أو أمر أو شغل فوق طاقتي أو أي حاجة بتتعرض عليا. دايما كنت بتكسف أقول لأ، لو لنزولة أو لخروجة أو لمشوار مهم كنت برضو بتكسف أقول لأ. بحس بإحراج إنه مينفعش أقول لأ لحد طلب مني حاجة أو حد اتعشم فيا في حاجة. ولكن بعد ما فهمت وقدرت أتعلم أقول كلمة لأ، حسيت إني فعليا لما بقول لأ لحاجة مش بتاعتي أو لحاجة أنا مش قادرة عليها، حاجة خارج طاقتي، بدأت كده أوفر وقت أكتر لحاجات مهمة ومفيدة بالنسبة لي أنا. فبدأت أحسبها إني لما بقول لأ لحاجة مش مهمة أنا بفتح فرصة ومساحة لحاجات مهمة عندي أكتر. فعليا كلمة لأ هي مش بس بتفرق في إن احنا بنبقى قادرين إن احنا نسيطر على حياتنا ونسيطر على أمور حياتنا، هي بتزود كمان ثقتنا بنفسنا إن احنا اللي قادرين إن احنا نتحكم في كل حاجة بتحصل في حياتنا، مش إن احنا ماشيين ورا كل حاجة بتتعرض علينا وخلاص. وتالت درس اتعلمته إن الروتين البسيط بيخلق راحة نفسية. لما بقيت أبدأ يومي بتفاصيل صغيرة، إن أنا أشرب مية، إن أنا أهتم ببشرتي، أعمل سكين كير روتين، أصلي، أقرأ كتاب أنا بحبه، تفاصيل بسيطة وعادات بسيطة وصغيرة لما بدأت أعملها كل يوم بقت عادة يومية بالنسبة لي وخلقت لي روتين يومي. ده بقى بيخليني مرتاحة داخليا أكتر، وبقى يخليني كمان مستعدة إن أنا أبدأ يومي بطاقة هادية. وخلينا كده نركز، لو سألنا أي حد ناجح في حياته أو ركزنا في حياة الشخصيات الناجحة في العالم مش هنلاقي أي حد فيهم عايش حياته لله وللوطن. لو ركزنا في حياتهم هنلاقي كل واحد ماشي بسيستم، وكل واحد ماشي بنظام، وكل واحد ليه روتين خاص بيه. والروتين ده هو اللي بيفرق وبيخلي الشخص يقدر إن هو ينجز أكتر ويحقق نجاح كبير. فالروتين على قد ما احنا ممكن نشوفه حاجة مملة، بس هو بيفرق في يومنا بشكل كبير قوي. بيقدر ان هو ينظم ويرتب اليوم بتاعنا، فبالتالي بنكون قادرين ان احنا ننظم ونرتب حياتنا اكتر. فالروتين بيساوي راحة نفسية. ان احنا لو قدرنا نظبط روتين حياتنا ونبقى ماشيين برتم هادي ورتم بسيط ومع ذلك بنحقق انجازات كبيرة، والروتين بتاعنا منظم لنا وقتنا بشكل كويس، ده هيفرق معانا في راحتنا النفسية بنسبة كبيرة جدا. وده فعليا اللي انا اتعلمته وبقى فارق معايا كتير قوي قوي لما بدأت اخلق لنفسي روتين
روتين صباحي وروتين مسائي وروتين يومي، فبقيت حاسة ان انا ماشية برتم مريح اكتر. في نفس الوقت انا بنجز وبحقق اكتر واكتر. الروتين كمان بيخلي الحياة مستقرة اكتر، وبيخلينا احنا بنكون ملتزمين اكتر تجاه كل تفصيلة وتجاه كل دور في حياتنا. حرفيا لو انتوا بدأتوا تعملوا روتين لنفسكم هيفرق معاكم كتير قوي. رابع درس اتعلمته وده مهم جدا جدا جدا، وهو علاقات أقل بس تكون صحية أكتر، أو بمعنى علاقات صحية أهم من العدد. مش كل العلاقات لازم نتمسك بيها. كنت فاكرة إن العلاقات الكتير معناها إن أنا محبوبة أكتر وإن أنا ناجحة أكتر، وكنت دايما بحب فكرة إن أنا محبوبة وعندي معارف كتير وعلاقات كتير، لحد ما المواقف والأيام علمتني استنضف علاقاتي واختار العلاقات الصحية اكتر في حياتي، لان الحياة احنا بنعيشها مرة واحدة ومش مستاهلة ان احنا يكون في حياتنا علاقات او شخصيات توكسيك بتأثر على جودة حياتنا. ولما بدأت أضيق دايرتي واختار الناس القريبة ليا واختار العلاقات اللي أنا حابة أكون فيها إنها تكون علاقات صحية أكتر ومفيدة أكتر ليا، العلاقات السهلة والمريحة اللي أنا أكون بدي واخد فيها، مش دايما اكون تحت ضغط، مش دايما اكون متوترة، مش دايما اكون بفكر الشخص ده هيفهمني ازاي او هيفهم كلامي ازاي او هيفهم تصرفاتي ازاي. ان تكون علاقاتي سهلة ومريحة ده بيفرق كتير قوي في طاقتي وراحتي النفسية وفي جودة حياتي. وخلينا نكون فاهمين ومقتنعين بان العلاقات اللي احنا فيها بتأثر علينا وبتأثر على حياتنا بشكل او بآخر، فما ينفعش نتجاهل العلاقات اللي احنا فيها ونقعد نفكر حياتنا ليه سلبية واحنا ليه طريقة تفكيرنا سلبية واحنا ليه حاسين بجهد نفسي كبير قوي في كل تفصيلة في حياتنا. لان وارد بنسبة كبيرة تكون العلاقات اللي احنا فيها علاقات مش سوية، علاقات مش صحية، فاكيد بتأثر علينا بشكل او بآخر. خليكم دايما مع الناس المريحة والناس السهلة في التعامل واللي بيضيفوا طاقة حلوة على حياتك وحياتك مش بياخدوها. خامس درس اتعلمته وهو تطور 1% يوميا أهم وأقوى من الكمال. بمعنى إن التطوير البسيط والمستمر أهم بكتير من إن أنا أكون شخص كامل. كنت طول الوقت عايزة كل حاجة تكون بيرفكت، كنت بفكر في كل تفصيلة وكل حاجة بعملها إنها تكون مثالية، لحد ما شفت جملة أو مقولة كده فعليا لما أدركتها فرقت معايا كتير قوي. إن 1% تطوير يوميا خلال سنة بيخليني أفضل 37 مرة من نفسي القديمة. يعني الفكرة مش في الكمال ومش في المثالية، الفكرة في التطوير المستمر. لما بدأت أتقبل الفكرة دي لقيت نفسي بستمر فعليا من غير ما أحس، وفعليا إن التطوير ده بيكون تطوير واضح، إن أنا بزيد بنسبة 1% كل يوم، فبالتالي أنا بتحسن كل يوم 1%، فالتطوير بتاعي بيكون فعلا تطوير حقيقي وواضح. التطوير بنسبة وبريتم واحد أو متساوي كل يوم فرق معايا بنسبة كبيرة جدا، وبقيت حاسة فعليا إن أنا اتغيرت وإن أنا اتطورت للأحسن كتير. سادس درس ومهم قوي قوي وفعليا اتعلمته لما مريت بكذا تجربة، وهو إن الجسم مراية للنفسية. الصحة الجسدية والصحة النفسية بينهم علاقة مترابطة جدا جدا، ودايما هتلاقيهم مرتبطين ببعض. يعني كنا بنسميها في علم النفس كده الاضطرابات السايكوسوماتية، اللي هي بتكون اضطرابات نفسية نتيجة لاضطرابات جسدية. وفعليا يا جماعة الموضوع ده درس كبير اتعلمته، يعني لما مريت بأكتر من تجربة. لما بدأت أركز مع نفسي أكتر لقيت إن أنا لما بتكون صحتي النفسية كويسة صحتي الجسدية كمان بتكون كويسة وبيكون ده باين عليا. ولما صحتي النفسية بتكون مش أحسن حاجة ده بيفرق كتير جدا في صحتي الجسدية، بيبان عليا بقى إن أنا تعبانة، وشي وبشرتي مجهدين ومش قادرة، دايما ما عنديش طاقة. اضطرابات بقى زي القولون والمناعة والضغط والأنيميا والتفاصيل دي كلها احنا عارفين ان دايما لما بنروح لدكتور ويسألنا عن سبب الحالة اللي احنا فيها دي ممكن يقولنا طب انتوا زعلتوا من حاجة، طب انتوا حصل عندكم ظرف مؤخرا زعلكم او حاجة كده، لان فعليا النفسية بتفرق كتير قوي. ولما بدأت اركز بشكل مختلف وبطريقة عكسية، ان انا لما بكون مركزة على صحتي ومهتمية بصحتي كويس قوي فعليا ده كمان بيفرق في نفسيتي، بحس ان انا دايما عندي طاقة، ان انا مقبلة على اي حاجة ان انا اقدر اعملها، يعني عندي شغف، متحمسة لحاجات كتير، فده بيفرق معايا كتير قوي.
يعني الرياضة والمشي دي حاجات هتأثر في نفسيتنا بنسبة كبيرة جدا وهتفرق معانا. فاهتمامي بصحتي واهتمامي بجسمي فرق معايا بنسبة كبيرة قوي، حتى كمان في كواليتي النوم بتاعتي بقت فارقة وبيفرق في المزاج وفي التركيز. فيا جماعة نركز على صحتنا، صحتنا أهم من أي حاجة، سواء صحتنا النفسية أو صحتنا الجسدية. سابع درس اتعلمته وهو إن الراحة مش كسل. دايما كنت لما أقعد أريح شوية بحس ان انا مقصرة وبحس ان انا مكسلة، وكنت دايما بحس بالذنب لما باخد بريك. ولكن بعد فترة من ان انا اضغط على نفسي وان انا اتجاهل نفسي واتجاهل راحتي، لقيت ان انا فعليا بكون انا محتاجة افصل، انا محتاجة اريح. ومن هنا بدأت استوعب ان الراحة مش كسل، بالعكس فترة الراحة اللي بناخدها هي فترة احنا بنشحن فيها طاقتنا وبنشحن فيها نفسنا. فالراحة ضرورية، ان انا بعد ما باخد فترة راحة بكون قادرة ان انا اركز اكتر، ان انا اشتغل على الحاجة اللي انا بعملها اسرع وبكواليتي احسن. وبرضه خلينا دايما نكون فاكرين ان احنا لازم نكون رحيمين على نفسنا. فكرة ان انا اكون رحيمة مع نفسي دي بتخليني قادرة ان انا اكون واثقة في نفسي اكتر، وكمان بتخليني متواصلة مع ذاتي احسن، ان انا اكون فاهمة نفسي وان انا اكون عارفة نفسي، وبالتالي انا رحيمة على نفسي. ده بيفرق معانا كتير قوي. فدايما خليكم رحيمين على نفسكم عشان ما تقعوش مرة واحدة وتقعدوا تسألوا نفسكم انا ليه حصل معايا كده. فانتوا ركزوا مع نفسكم وادوا نفسكم حقها وادوها راحتها. وقت ما تكونوا حاسين انتوا محتاجين فعلا تفصلوا تاخدوا راحة، اعملوا ده عشان هيفرق معاكم كتير. وتامن درس اتعلمته وهو ان المقارنة قتالة فعليا. كنت دايما بقعد افكر ان انا بسعى وبجتهد ومع ذلك غيري بينجز اكتر مني، وشوف مين سبقني وشوف مين انجز اكتر. ولكن لما بدأت اركز مع نفسي اكتر اكتشفت ان المقارنة بتقتل المود وبتقتل الانجاز، او بمعنى اخر المقارنة سم بطيء. بالظبط فعليا هي المقارنة سم بطيء، انتوا بتكسروا بيها مقادفكم. يعني لما اقعد افكر انا بعمل كذا وغيري بيعمل كذا، بس غيري ده عمل وعمل وعمل وانجز 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 وانا لسه واقفه مكاني، ده بيحبط اكتر، بالعكس مش بيطور. بدات ادرك ان لازم يكون ليا حاجه خاصه بيا انا، ما ينفعش اكون بقارن نفسي بغيري. انا لازم اكون مركزه على نفسي انا وبس. طريقك ليكي انتي وبس ومش لحد تاني. لما بقيت مركزة مع نفسي ومع رحلتي وبدأت أكتشف نفسي أكتر، بدأت أحس إن أنا فعليا بتقدم وبتطور أكتر. بقى جوايا كده سعادة حقيقية، وبقيت دايما بركز على التفاصيل اللي موجودة في حياتي وقد ايه حياتي فيها نعم كبيرة وانا ممتن ليها. وده فعليا من الحاجات اللي فرقت معايا وغيرت في شخصيتي ونظرتي للحياة كتير جدا. والدرس التاسع بقى واللي هو ان الكتابة فعليا بتخفف التوتر. انا بسميها كده الكتابة علاج سحري للتفكير. كتابة الأفكار والمشاعر يوميا خلت حياتي أهدى وخلت دماغي مترتبة أكتر. بكتب بقى كل حاجة، الحاجات اللي بتضايقني، أهدافي، الحاجات اللي نفسي أحققها، الحاجات اللي بتفرحني، والحاجات اللي أنا ممتنة ليها. أو بمعنى آخر كل حاجة أنا بفكر فيها بقيت بكتبها. وده فعليا فرق معايا كتير قوي وخلى الكتابة كده تبقى صاحبتي. لما تبدأي تفرغي كل الحاجات اللي في دماغك ده بيخليكي داخليا من جواكي اهدى، حاسة ان انت بتعبري عن اللي جواكي وان في شخص تاني بيسمعك، واللي انت بتسمعي ده هو نفسك. يعني نفسك بتسمع نفسك بالكتابة. هل انت فاهماني؟ الموضوع فعليا فرق معايا كتير قوي لما بدأت اعمل كده. فالكتابة مش لازم اكون اكتب بشكل معين او بعمل تدوين ليومياتي او بكتب رحلة حياتي، لا، ان انت بتفرغي كل حاجة جواكي على الورقة ده بيفرق كتير جدا جدا جدا. والدرس العاشر بقى والاخير واللي فعليا غير فيا كتير قوي وهو ان مش كل حاجة تحت السيطرة. كنت دايما بشوف ان انا لازم اكون متحكمة في كل تفصيلة في حياتي، لازم اكون متحكمة في كل تفصيلة في حياتي عشان اكون ماشية صح. بس لما بدأت اكبر بدأت استوعب ان مش كل حاجة في ايدي، مش كل حاجة اقدر اتحكم فيها مهما عملت. على قد ما كان وقتها تقبل الفكرة دي صعب عليا، بس كان في راحة كبيرة جدا ليا. بدأت اتقبل ان في حاجات مش بايدي وان دي حاجات خارجة عن ارادتي، انا ماليش دخل فيها وانا مش هقدر اتحكم فيها، سواء بقى كانت الحاجات دي من شخصيات او من علاقات او من عند ربنا. وقتها بدأت احس فعليا بسلام داخلي انا ما كنتش بحسه قبلها. ومن هنا بقيت قادرة اتحكم واوفر طاقتي اكتر للحاجات اللي فعليا انا قادرة ان انا اتحكم فيها، اديها طاقة. والحاجة اللي خارج عن ارادتي خلاص
هي مش بتاعتي. ومن هنا الدرس ده بدأ يفرق في حياتي كتير قوي. وبس كده 10 دروس بسيطة اتعلمتها، وكنت أتمنى فعلا إن أنا ألاقي حد يقولها لي. قلت إن أنا أقولها لكم، ودي بقى دروس اتعلمتها في سن ال25. لو حسيتوا إن في درس من الدروس دي انتوا محتاجينه دلوقتي، فيلا ابدأوا بيه حتى لو بخطوة صغيرة، واكتبوا لي تحت ايه اكتر درس حسيتوا ان هو لمسكم. ولو حابين فيديوهات زي دي اكتر، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا فيديوهات جاية كتير حلوة. وانا بوعدكم ان انا جايه لكم بحاجات كويسه جدا وحاجات حلوه اكتر الفتره الجايه. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.